انتم عارفين على انه في هذا المجال ديال الاعلام الان صراحة، وهذه يمكن من الأسباب اللي خلتني أنني لا أتتبع يعني ما يقع في المواقع، أن كل واحد صار يكتب على كيفه وعلى مزاجه، والأخبار يعني عناوين اللي كيبغيو. يعني مع الأسف أصبح يعني واحد الإعلام اللي هو ضعيف وهزيل وليست له مصداقية. هذه وحدة. الحاجة الثانية بالنسبة يعني استعمال يعني اللاعبين في الاحتياط. طبعا اللاعبين خاصهم ومطلوبين على انهم يبذلوا يعني المجهودات يعني اللازمه حتى يعني يكسبوا هذيك الثقه اللي كتخول لهم على انهم يأدوا بالشكل يعني الجيد. طبعا بالنسبه للمقابله يعني الفائته، تنظن انه اللاعبين قدموا مستوى جيد. مع الاسف اننا يعني ضيعنا بعض الفرص، ضربه جزاء وجوج ديال الكرات اللي كانوا في وحده في القائم وحده في يعني في العارضه. اللاعبين قدموا مستوى جيد، وبالتالي فانا لم يعني ارى ولم ضروره، يعني لم ارى ضروره يعني لاقامه التغييرات، باعتبار ان اللاعبين اللي هما موجودين يعني مقدمين يعني مقابله يعني مقبوله. نعم. طبعا يعني نحن يعني منذ فتره وحنا تنشتغلوا على اساس انه، وهذا يعني يمكن تنظن الانديه كلها المفروض تشتغل عليه والمنتخبات كلها تشتغل عليه، هو انه كيف تتعامل مع دفاع اللي هو متكتل للخلف. طبعا هنا نحتاج الامكانيات، يعني اول حاجه التقنيه ديال اللاعبين، محتاجين التكتيك خاصه يعني في التحركات ديال اللاعبين، خاصها تكون تحركات اللي هي مدروسه يعني وفيها تفاهم وفيها تناسق على اساس انه نقل الكره اول حاجه يكون سريع باش ممكن نغلطوا يعني الخصم، يعني السرعه، وهذه كتطلب يعني هذيك المهارات السريعه، يعني الكنترول والباس باللمسه من لمستين، طلب الكره ما بين المدافعين وما بين الخطوط، طلب الكره خلف المدافعين، تنظن التواجد في 18 في جميع المراكز، في القائم الاول والثاني وفي الخط يعني العرضي الثاني. هذه كلها اشياء اللي كنشتغلوا عليها يعني منذ مده. طبعا في بعض الاحيان يعني نحن نصيب يعني والفعاليه كتكون حاضره، في بعض الاحيان يعني اللاعب يعني ليس معصوم من الخطا ولا يعني من التهديف، لكن الاهم هو اننا ان شاء الله يوم الغد سنبذل يعني المجهود ديالنا على اساس اننا يعني نكسر هذا الحائط اللي غادي يكون يعني مغلق يعني دفاعيا. نحتاج للثقه اول حاجه، نحتاج للتركيز، ونحتاج للحماس. يعني لا يجب، انا دائما تنقول انه مقابله ليست بالسهله، مقابله اللي هي صعبه، خاصه ان انت يعني يجب عليك ان انت اللي كتفرض اللعب ديالك، وليس انك تخلي الخصم انه هو اللي غادي يلعب. احنا عارفين هذا السيناريو سيقع، ونفس السيناريو اللي وقع يعني في المقابله الفائته. نعم. الزملاء الصاعبين تفضلوا. حسين، حبيت كان التدريب اليوم هي على الساعه 10 بالليل، كان تدريب ويصير قبل الافطار. حبيت نعرف شو المباراه بكره تبنى على الفطريه، ليش تم التغيير؟ عادي جدا، لانه مع الاجواء اللي كانت امس كانت اجواء يعني بارده، يعني هاد اليومين تمرنا كلها بالليل، اللاعبين يعني متعودين انهم تيلعبوا بالليل، يعني ما عندهمش يعني المشكل، وبالتالي تنظن انه حصه تكون خفيفه كلها يكون فيها بس يعني اللعبات يعني الثابته، الكره يعني الفاولات والكورنيرات وهذا ما ذلك، يعني ما لا تحتاج اننا نكون يعني متواجدين يعني بالليل. وبالتالي انتم عارفين لانه التمرين لما تيكون في 9:15 او 9:30 حتى اللاعبين يعني ما تياخذوش راحتهم في الفطور، لا هما صايمين يعني طول اليوم، وبالتالي احنا ارتئينا له اليوم التمرين غيكون خفيف وما يكونش فيه واحد المجهود اللي هو كبير، ونخليو اللاعبين انهم مرتاحين، يعني لان في الاجواء الرمضانيه هي مهمه انه المعنويات ديال اللاعبين تكون يعني جيده. رحله تقريبا يعني ليليه، تقريبا يعني وصلنا هنايا في توقيت الفجر يعني بالضبط. طبعا مباراه بالنسبه للاعبين هو يعني هذا قبل اذان المغرب على انه يكون هناك الاستفشاء يعني لجميع اللاعبين، وحنا حاولنا في نفس الوقت يعني اننا انتم كتعرفوا الاجواء الرماديه كتكون يعني مهمه جدا بالنسبه لمعنويات اللاعبين، على اساس انهم سمحنا للاعبين على انهم ياخذوا ديك وجبه الفطور يعني مع الاهل ديالهم، يعني يلتحقوا مباشره بالمعسكر. هذه اشياء كلها داخله يعني في الاستراتيجيه ديال اننا نخليو اللاعبين مرتاحين، ولكن في نفس الوقت الضغط اللي هو مطلوب اننا نفرضوا على اللاعبين على اساس انهم يلتزموا ويشتغلوا ويجتهدوا، فهو يعني دائما يعني
موجود. يعني بالنسبة للنزار مع الأسف أنه النزار لن يكون موجود، لكن إن شاء الله سيعوض. يعني وأنا أتمنى أنه اللاعبين كلهم اللي غادي يبداو المقابلة. طبعا أنتم عارفين على أساس أنه مقابلة ليست أنا بالنسبة سهلة، لا توجد بالنسبة لي يعني مقابلة يعني سهلة، وبالتالي يجب أن نلعب يعني بالتشكيل اللي هو رسمي. يعني وأي لاعب يريد أن يكتسب هذه الرسمية يجب أن يبذل المجهود اللي هو مطلوب، وليس فقط يعني مع المنتخب، لا في التمارين ولا في المباريات المنتخب، ولكن حتى في النادي، واللاعبين هم عارفين هذه الامور هذه، ونحن نتحدث عليها، ولا اريد يعني ان اعطي يعني ايضاحات يعني اكثر من اللازم، لانه اللاعبين خاصهم يأديوا، وانتم خاصكم انتم تتابعوا وتحطوا. انا ما مطلوب منكم انتم تحطوا ضغط على اللاعبين اللي مش ملتزمين مع الانديه ديالتهم في ناحيه العطاء. شكرا. طبعا هذا السؤال هذا في الصميم، يعني هذا يمكن هو لب يعني تطور الكرة يعني وتفعيل يمكن محض المشروع الرياضي الذي يمس العمق. انتم عارفين على انه تطور يعني اي رياضه فهو تيجي اول حاجه على بدايه من اراده ديال الناس يعني صاهرين على هذا الميدان ولا على هذا يعني على ميدان ديال كره القدم. طبعا اهم حاجه يعني في تطوير الكره هما الانديه، يعني كيفاش الانديه هي منظمه، وبالتالي وانا قلتها يعني اكثر من مره على اساس انه الواحد يجب ان يستغل هذا التوهج يعني اللي عاشته الكره الاردنيه قبل شهرين، على اساس انه يعني تبني وتستثمر يعني في هذا المجال. طبعا تطوير اللاعب اللي هو الاساس، يعني المحور هو اللاعب، يعني من بعده تطوير المدرب، تطوير الاداري، كيف يعني ندبر بالشكل الجيد يعني الامور التنظيميه يعني والتعاقديه مع اللاعبين ولا مع المدربين. انا لما كنشوفوا مثلا النوادي اللي هي يمكن الرائده في الاردن يعني تغير 6 7 ديال المدربين، كيفاش بغيتي تطور الكره؟ كيف تطور الكره يعني 7 6 المدربين في 6 شهور في 5 شهور؟ يعني صعب. الاداء ديال اللاعبين حنا يمكن اليوم ما كنتكلموش، ويمكن هذا هي من النقط اللي يمكن اللي المفروض اننا نناقشوها. وانتم اول حاجه انتم كصحافه انتم خصكم تعطيوها هو الاحصائيات ديال الاداء ديال اللاعبين. يعني هناك مؤشرات ديال النجاح وديال التطور ديال الكره وديال اللاعب بالخصوص في المشروع الرياضي الخاص ديال اللاعب فرديا، وعاد المشروع ديال الفريق يعني جماعيا، اللي هي مؤشرات اللي هي الاستحواذ، التمريرات، استرجاع الكره في الثلث الاخير او في الثلث الاول، المرتدات، التسجيلات مثلا من خارج ال 18، الرفعات، الكرات كيفاش كيتعاملوا معها، اللعب يعني بالراس. هذه كلها فيها يعني محتاجه تطور يعني كبير. نعم ما شاء الله. والله اتمنى شوف انا اتمنى باعتبار انني يعني تطوير يعني هذا التركيبه البشريه، فهذا يساعد المدرب في الاختيارات ويعطيه يعني حتى واحد الفرصه ومجال على انه يغير، وانه يعني يغامر في تكتيكات يعني جديده ما غير ذلك. يعني انتم عارفين على انه يعني هذه الجمله ديال الامور تبشر بالخير، لم ارى يعني تغييرات يعني جذريه يعني لحد الساعه، ولا يمكن ان تكون هناك تغييرات يعني في الظرف ديال الشهر او شهرين، يعني في العقليه ديال الاشخاص، وفي العقليه ديال المسير ولا ديال اللاعب ولا ديال المدرب، وانا واحد منهم. حتى الناس لا تتكلمش يقولوا لا عموته يعني ينتقد، انا واحد من المدرب. لما كنتكلم على مدرب انا واحد منهم. يعني هذا الاجتهاد انا كنفرضه حتى نفسي، حتى انا المفروض انني نطور نفسي، حتى انا المفروض انني نجتهد انا والطاقم ديالي، اننا نجتهدوا على اساس اننا نبحثوا على اساليب جديده، على لاعبين جداد. انا اتفق معك على اساس اننا يعني يجب ان نوسع يعني لائحه اللاعبين ونعطوا فرصه لبعض اللاعبين يعني المخضرمين او اللي يعني يحملون يعني جنسيات يعني مختلفه في هذا. لكن انا لما وصلت انا حاولت نشوف اللائحه اللي هي موجوده، بحثت على الفيديوهات، شفت بعض الفيديوهات، وبالتالي ما كانش هناك واحد وقت اللي هو كبير على اساس اننا نغامروا اننا نغيروا يعني في التشكيله اللي هي رسميه. انتم عارفين انه يحتاج الوقت اننا تجيب واحد اللاعب وتدخلوا في واحد التركيبه، ويعني وينسجم اول حاجه مع اللاعبين وينسجم مع التكتيك، وفي نفس الوقت حنا داخلين يعني في اقصائيات اللي هي مهمه جدا. والغرض اللي كان الغرض يعني الاساسي والهدف منها هو التواجد ديالي، هو اننا يعني نتعاملوا مع كاس اسيا بالشكل الجيد وتصفيه المونديال يعني بالشكل الجيد. لكن الحمد لله ان شاء الله يعني الاراده هي موجوده والرؤيه راه هي موجوده، على اساس اننا نحاولوا نغطيو اللاعبين، لكن بشرط وهذا هو الاساس، يجب ان يكون هناك لاعبون مميزون يعني اكثر
فنيا وتقنيا او تكتيكيا او بدنيا من اللاعبين اللي هما موجودين الان في هذه التشكيله. طبعا انتم عارفين على انه اللائحه المنتخب تقريبا حنا نتابع تقريبا حوالي 47 لاعب اللي هما موجودين معنا في اللائحه اللي كنتابعوهم اللي كنشوفوهم، اضافه الى اللاعبين ديال المنتخب الاولمبي اللي الحمد لله انهم اصبحوا حتى هما يعني ماشيين على خطى المنتخب الاول يعني من ناحيه الاداء والحماس اللي اكتسبوه، وان شاء الله اللائحه ستتوسع يعني بشرط كيف ما قلت لك على انه اللاعب لازم يؤدي بالشكل الجيد. وانا تكلمت على هذيك المؤشرات اللي هي الفنيه ديال العطاء من خلالها يختار اللاعب. لا يعقل لاعب تلعب في الدوري المحلي وهو مهاجم ولا يسدد على المرمى، لا يعقل. هذا نعطيك بس فقط مثل ديال اللاعب اللي هو مهاجم، ما يمكنش ما يسددش على المرمى. الا ما سددش على المرمى كيفاش غيسجل؟ كاين مغالطات، لانه حنايا واش حنا محتاجين اللاعب اللي هو فعال، اللي هو اللي كيساعد المنتخب، اللي هو كيجيب لنا النتيجه، اللي هو اللي يقلق الخصم، اللي ينسجم، اللي كيعطي كذا 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 كذا، اولا محتاجين بس اللاعب اللي كيحاور في وسط الملعب. وحنا ليس هذا بالسيرك. الكره اصبحت يعني واضحه، الواجبات ديال اللاعب المدافع معروفه، اللاعب الوسط، اللاعب المهاجم، وبالتالي انا كنت كنقول لكم هذاك المشروع الرياضي المفروض ان يفعل فرديا عند كل لاعب. انا كنحاول مع اللاعبين اللي هما موجودين معايا على اساس انني كنحط عليهم هذاك الضغط وانا كنتحاسب معاهم. هذه المباراه شنو عملتي؟ بحال مثلا تعطي المهاجم يمكن هو الاسهل كنعطيو منه امثله. المهاجم لازم يسدد، لازم يرفع، لازم يحضر الاهداف، يصنع الاهداف، الاسيست. يعني هذه كلها اشياء هي اللي كتحسب للمهاجم على اساس انه مهاجم او لا مش مهاجم. اذا ما كانش غادي يعمل هذه الاشياء هذه اللي هي مهمه جدا، الا ما كانش تيدرب نفسه على اساس انه يدافع ويهاجم في نفس الوقت، فما يمكنش انه يكون يعني او يضمن له يعني التواجد ديالو، لانه كيصفقوا عليه واحد 10 ديال الناس او اللي يساندوه يمكن 5 ديال الصحفيين كيساندوه على اساس انه يكون في المنتخب. نحن نحتاج لاعبين اللي هما فعالين، اللي هما تينتجوا للمنتخب وتيعطيو، والامور يعني هي واضحه يعني بدون ما نمشيو يعني في التفاصيل. الزملاء الصحفيين. وبس من حديث الكابتن تحدثت عن مشروع كابتن وعن المستقبل طبعا اسمح لي ما كملتش على المشروع. المشروع انا قلت هذا المشروع تيبدا بواحد الاراده، والاراده خص تكون ديال الاشخاص كلهم. اول حاجه اراده اللاعب انه يغير نفسه، انه يطور نفسه، انه يجتهد. شوف هناك تضحيه، ما يسمى بالتضحيه في الرياضه وفي كره القدم بالخصوص. التضحيه هو انه لما نكون كندرب غير مسموح لي انني نشرب اي حاجه، غير مسموح لي انني ناكل اي حاجه، غير مسموح لي انني نسهر بعد الساعه 11 بالليل ما ننامش. وهذه هي التضحيه اللي المفروض انه اي لاعب اول حاجه المدرب خاصو يجتهد، خاصو يدخل الدورات التكوينيه مباشره، خاصو يجتهد يعني في اللقاءات ويعني وفي سميتو في تبادل الخبرات داخل مثلا المنظومه مثلا ديال الاردن، داخل الاتحاد. خاص يكون هناك تجمع ديال المدربين، لا ديال الفئات السنيه ولا ديال المدربين ديال المنتخب ديال هذا الفريق الكبار. تكلمنا على المشكل ديال تغيير المدربين كل شهر ونص مدرب جديد. كيفاش غيتعامل هذا اللاعب مع المدرب؟ كل مره واحد كيجي بطريقه جديده بخطه جديده. مدرب كان مدافع تفضل هذا المدافع على هذاك المهاجم، واحد كان مهاجم عنده طبعه مهاجم تفضل انه يلعب 6 ديال المهاجمين بدل ما يلعب لاعب. في اشياء يعني هذه كلها مؤثره وفيها كلها سلبيات يعني تؤثر، اضافه الى انه حتى الاداري ولا المسير، لانه هذا التغيير المدربين من المسؤول عليه؟ واش هو المدرب؟ واش هو اللاعب؟ واش هو الجمهور؟ خلي اسمح لي قطعت صديقنا الاخ. احنا هون ندوب بالموضوع كابتن، يعني كيف بدي اشتغل انا على المستقبل وعلى هاي الافكار اللي بتحكي فيها، وانا كاتحاد لغايه الان مش عارف المدرب باقي او راح. يعني انت لم تحسب قرار البقاء، كيف تشتغل على هاي الافكار مستقبلا؟ هذا موضوع بوحدته، هذا موضوع خاص. ليش كتكلم فقط على النقطه ديال الاتحاد؟ هذا واحد الوضع اللي هو خاص. كيف تشتغل بكره مع الجهاز الفني وانا مش عارف الجهاز الفني باقي او لا؟ الجهاز الفني عندنا بيحدد اجنده موسم، بيحدد خطه لعب، بيحدد خطه منتخب. أجندة لعب أنتم عارفين يعني الإكراهات اللي لقينا احنا يعني في التحضير. أول حاجة الكأس آسيا، أنتم عارفين على الاتحاد ليس عنده الإمكانيات يعني أن يحضر يعني البرنامج اللي كيطلبوا يعني أي مدرب. احنا تنمشيو يعني على حسب يعني الامكانيات اللي هي المتاحه واللي هي موجوده. طبعا يمكن اليوم انا اللي كنعيشوا واحد الظرف اللي هو خاص، طبعا شيء عادي جدا، لكن ليس يعني على المدى يعني الطويل.
تنظن انه الاساس اليوم لما تغير انت مدرب ديال المنتخب ليس هو بنفس التاثير لما كتغير 5 6 ديال المدربين في ظرف 5 شهور بالنسبه للانديه. هذا شيء يعني مغاير، وبالتالي بدل ما تتكلم على المدرب وعلى الاتحاد تتكلموا على الانديه اللي كتغير. انا ولا مره شفت شي واحد فيكم يعني يتكلم على المنظومه الكرويه كيفاش غادي يشتغلوا، كيفاش يكون. وانت دابا انتم عارفين ولكن ما كتكلموش كيفاش بغيتوا تغيروا هذاك الشيء. خاصو يتناقش يعني خاص يكون واحد النقاش، يكون نقاش مفتوح فيه المسيرين لا في الاتحاد ولا الانديه الدرجه الاولى الدرجه الثانيه، فيه مدربين تيشاركوا حتى هما يعطيو الراي ديالهم. انتم بالفكر ديالكم اذا كنتم حابين خاص تكون الاراده، والاراده تجيب النقاش وتبادل الراي وتاخذ القرارات، والناس اللي هي مقرره يعني في تطور الرياضه بصفه عامه في كره القدم يعني خصوصا انها تاخذ الاجراءات يعني وتدعم الاستثمارات، ويجي المستثمر ويجي الداعم والشركات المدعمه، ونحاولوا نغيروا مثلا يعني الانديه من هاويه الانديه اللي هي محترفه بالدعم يعني بهذيك الاستراتيجيه بالتدبير اللي هو ممنهج العلمي اللي هو هذا الى غير ذلك. لكن شوف لكل مشروع لازم تكون بدايه، والبدايه خاصها تكون بسرعه. اذا انتم حابين على اساس انهم دابا 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات تكون واحد المنظومه اللي هي على الاقل لما تنقول انا لما كيكون تتبنى واحد النتيجه على اسس اللي هي صحيه، نتيجه تبنات على اسس صحيه، حتى لما تغير شوف يتغير الرئيس يتغير المدرب يتغيروا 5 لاعبين ستاف يجي ستاف، المنظومه كتبقى حيه وكتبقى مستقره. ما عرف واش الفكره واضحه ولا لا؟ اوكي. حنا اليوم مثلا حنا يمكن وصف يعني بطل اسيا لما كتكون المنظومه اللي هي قاره ومستقره يعني بالعمل ديالها الاستراتيجي، طلع مدرب جيب مدرب، طلع 5 لاعبين جيب 5 لاعبين، طلع حتى الرئيس اللي كيسير هذه المنظومه طلع جيب رئيس ثاني، والمنظومه لا تتغير لان الاسس ديالها واضحه